حضرتك ممكن تتفاجئ وقت الاستلام ان انت بتستلم مساحة مختلفة تماما عن اللي انت كنت حاسبها، او ممكن تكون في موقع او فيو مختلف تماما عن اللي انت اخترته، وممكن تتفاجئ ان المرافق المهمة زي الصرف والمياه فيها مشاكل كبيرة. بيسألني كتير من المستثمرين ازاي اشتري شقة او محل او مكتب اداري او حتى وحدة فندقية بسعر مناسب وفي نفس الوقت يحقق لي ربح وما يكونش مخدوع في ثمنه ويكون بيحقق لي احسن فرصه في الوقت الحالي. حضرتك لازم تبقى مستوعب جدا ان انت مش بتشتري شقتك او محلك او مكتبك الاداري بعدد امتارها كده وخلاص، لا حضرتك بتشتري لوكيشن وسابقه اعمال وفي نفس الوقت استشاري هندسي وتقسيمه فلور بلان ونسب تحميل. بتشتري قيمه مقابل سعر، هي مش مجرد امتار وخلاص. علشان حضرتك تضمن انك تستلم عقارك بالمواصفات اللي انت متفق عليها، حضرتك بتقارن كل اللي انا قلته ده بالسعر اللي انت تدفعه، ولو لقيت ان القيمة مش اعلى من السعر انصح حضرتك ما تاخدش خطوة. طب ليه ما اخدش خطوة؟ ده لان حضرتك لازم السعر اللي انت بتدفعه ده لازم يكون بيساوي قيمة حقيقية، والصياد الشاطر هو اللي بيعرف يجيب اعلى قيمة مقابل سعر، لان اي ربح هكسبه بيكون مقابل القيمة اللي انا بحطها في العقار بتاعي.